بجد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من أذانا بسحر، على كل من حسدنا قصد، على كل من استكتر علينا رزقنا وحياتنا وعيشتنا وبص لنا في حياتنا. بجد حسبي الله ونعم الوكيل، أذاقكم الله نفس ما أذقتوه لينا. حسبي الله ونعم الوكيل، بجد غصب عني اللي أنا أقول كده، بس بجد أنا بقالي سنين تعبانة جدا جدا، والتعب زاد وقعد فيه خنقه من البيت، وقعد فيه دايما كده مخنوقين. كمان الاولاد ما عادش راضيه تنام في غرفتها، وكمان مش عايزين يذاكروا، مستواهم قل خالص. وعايزه اقول لكم والله العظيم، والله حياتنا اتبدلت بقالنا سنين، مليون في المية حياتنا اتبدلت كتير. استكتر علينا رزقنا واتقال لنا فلوس، ده انتوا بقكم معلقه ذهب. وكتير استكتر علينا حياتنا وعيشتنا، واستكتر علينا شقتنا. بتجيلك كده رساله من بعض حد، ده فلان قال. وفي حاجات في بعض الاوقات كده بتجيلك في الوش، بيقولها لك في الوش. والله العظيم عايزه اقول لكم، بقالي فتره مش عايزه اصور حاجه للقناه. كمان بقالي فتره انا بشتغل في شغل ستاير ومفروشات، مش عايزه اشتغل خالص. وكنت بطلع وافرش، وكنت بشتغل وبروح واجي. في بعض الناس كده يخت عليكي، ده انت بتجيبي الجنيه زي جوزك. يعني ربنا يا رب يدوقهم نفس اللي انا بجيبه، ويجيبوا نفس اللي انا بجيبه، ويبقى حياتهم نفس اللي انا فيها، واللي انا فيه يبقى هم فيه. يا رب ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل. فوضت امري لله سبحانه وتعالى. فكل من اذانا بسحر، احنا تعبانين بقالنا سنين. على كل من اذانا بحسد، احنا نفسيتنا متدمره ولله الحمد. في بدايه الفيديو كده ما بدلكوش طاقه سلبيه، بس بجد انا مخنوقه جدا جدا وتعبانه من اللي انا فيه. اول حاجه كده صباح الخير او مساء الفل على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بالف خير وصحه وسعاده وراحه بال وطمانينه. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يجعل في يومكم هذا القبول وراحه البال والطمانينه والرزق الواسع الكتير، ويبعد عنكم الناس اللي قلبها مريض، اللي بتستكتر عليكم حياتكم، اللي بتاذيكم عند الدجالين. ربنا يدوقهم نفس اللي بيدوقهن يا رب. كل من دوقنا اي حاجه سواء بحسد او بسحر يدوقوا، ربنا يزلزل بيهم سابع ارض. انا هحكي لكم الحكايه وانا معاكم في الروتين، بس كان لازم فعلا اعمل كده في غرفه الاطفال. ولادي ما عادش عايزين يناموا في اوضتهم، مش عايزين يذاكروا، بياكلوا بعض جامد جدا جدا. حياتنا مبدله، دايما تعبانين، بنروح نكشف ونيجي مفيش اي حاجه خالص. الكلام ده من سنين. الحمد لله جبنا كذا شيخ وحاجه. فانا هنا الروتين بتاعي كان لازم اعمل كده. وهقول لكم على حاجه انا بعملها، بحصن بيها البيت بعد خلاص ما جبنا كذا حد وكذا حد من اللي هم عارفين ربنا وبيقراوا قران، هم وصوني بيها وكده. فكان لازم اعمل الفيديو ده معاكم واقول لكم ازاي تحصنوا البيت بالحاجة اللي أنا بحصن بيها البيت بعد طبعا قراءة القرآن وتشغيل القرآن في البيت والصلاة والصوم والحاجات دي كلها. تمام كده؟ خلينا متفقين انت لازم تكوني قريبة من ربنا سبحانه وتعالى، وتكوني محصنة نفسك وأولادك وبيتك دايما كده تحصي بالقرآن. بص، اول حاجه يا فرولات انا عملتها في بدايه الروتين زي ما انتوا شفتوا، المراتب اللي كانت على وش السرير، مع ان انا كنت مطلعه المراتب دي بقالي اكتر من شهر، والفيديو ده انا مصوراه بقالي شهر ومش عايزه اجي ناحيته ولا اعمل له مونتاج ولا احط الصوت عليه. فالحمد لله استعنت ربنا وقعدت اقرا قران عشان اقوم واشوف حياتي. بجد والله العظيم مامتي وننتي قعدوا يدعوا لي مع الحمد لله الحمد لله. فقلت يا رب قويني وعني واقوم اشوف شغلي وحياتي وبيتي واعمل كده. فكون لازم اسجل الفيديو واقول لكم على الحاجات دي. تمام كده؟ زي ما انتوا شفتوا في بدايه الفيديو، طلعت المراتب اللي هي كانت الصفراء في الشمس، طلعتها من الصبح بدري، قعدت في الشمس حوالي 5 ساعات، مع اني مطلعاها من فتره. وكمان انا حاطه على المراتب كفرات حامياها من التراب والميه وحاميها من اي حاجه، يعني المراتب نظيفه. تمام كده؟ بعد كده السريحه فيها كتب الاولاد. الدرج الاولاني كان فيه الكتب والاسلحه بتاعت ابني الكبير اللي في سنه 3، والدرج الثاني فيه الاسلحه والكتب بتاع ابني اللي داخل سنه اولى. قبل ما تشوفوا كده اولادكم يا رب في المدرسه ويجعلهم كده في احسن حال وفي احسن امورهم باذن الله، اللهم امين يا رب العالمين. بعد كده بقى طبعا كل اللي متابعني وكل اللي عارفني من على القناه او اصحابي اللي عارفين طبعا، وانا بشتغل في اي روتين سواء في غرفه النوم او غرفه الاطفال او في اي مكان يعني عامه في الشقه. انا ما عدتش بنكش الدنيا مره واحده، بتبقى الدنيا كلها عليكي وضغطي عصبي ونفسي وبتبقي دايما متازمه. فانا دايما بشتغل في اي روتين انا بعمله جزء يعني جزء كده اللي فيه تراب بمسحه، في تحته من تراب بكنسه وبمسحه وبرجع الحاجه مكانها. في حاجات طبعا ما صورتهاش ليكم، ما كنتش عارفه اصورها، زي اللي انا ازق الدولاب
طبعا انا كنست ورا الدولاب ورا السياحه ومسحت وراها وحصنتها بالحاجه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. تمام كده. هنا جبت السرير اللي على اليمين، شلت المرتبه اللي كانت الموفا عليه، وبدات هنا اكنس حوالين السرير من ورا وش السرير ومن جنب السرير، وكمان كنست كده من جوه السرير، وده التراب اللي طلع معايا. طبعا زي ما انا قايله لكم كده في بدايه الفيديو، انا كنسه الاوضه دي ما بقاليش شهر، بس عشان انا الفيديو ده مصوره بقالي شهر، فما بين الروتين الشامل ده واللي قبل كده ما كانش فيه اصلا مكملش شهر. تمام. فانا كنست تحت السرير اليمين وشلت التراب اللي تحته وحواليه، ومسحت كمان الحيطان بميه. الحاجات دي طبعا ما كنتش عارفه اصورها لكم. بعد كده نشفت تحت السرير بننشف بالفوطه. هنا كان لازم احصن بالحاجه دي. الشيوخه طبعا هم اللي قايلين عليها بقالي سنين. بجد ساعه ما بعمل كده بحس بطمانينه وراحه. الاولاد دايما بيبقى ياكلوا بعض بعد ما بحط الحاجه دي، بحس ان الجو هدى خالص. الاولاد بقوا مرتاحين نفسيا مع قراءه القران، مع الصلاه، مع الصوم، مع تشغيل القرآن في البيت. تمام كده. يبقى لازم اولا كان نكون قريبين من ربنا. بعد كده هتجيبي من عند العطار مسك احمر انجليزي خام، مسك احمر انجليزي. تمام كده. من عند اي عطار بيطرد الشياطين وبيسمم عين الشيطان وكده. ده اللي انا عرفته من كذا يعني حد، وكذا حد نصحني بيه من الاوضاع اللي انا حكيت له عليها. وطبعا احنا جبنا كذا حد من اللي هم بيقراوا بالقران وكده نصحوني بيه، بحس فعلا بطمانينه وراحه بعد ما بعمل الحاجه دي. بتجيبي المسك الاحمر الانجليزي وتخففي منه جزء كده وترشيه في زوايا البيت، يعني في زوايا السرير ده والسرير ده جنب ورا الليد والحاجات دي. بجد بتبقي فيه راحه. وعايزه اقول لكم بتحس بطمانينه وريحته جميله جدا جدا. طبعا في ناس ما بتتحملش، بس انا بحبه جدا جدا. وساعه ما انا حتى بدهنه على جسمي او على الفرشه بقى مرتاحه ونفسيتي مرتاحه وبقى قاعده مطمنه طبعا جدا. بحس ان انا في حاله تانية جدا جدا. انما بقى الجزء اللي هو بالخام، انا مثلا بقوم جايه الازازه المسك الخام ده وبدهن الستاير الملايه على المرتبه كده، بتفضل لفتره طويله في المكان. بجد والله العظيم عن تجربه بتهدي الاعصاب. فانت دايما كده الاعراض دي كلها بتحس بيها مع طبعا رزقك قل دايما. طبعا حاجات كتير بتمر علينا طبعا، ده بتبقى من اثار الحسد، وبتبقى كمان في اعراض سحر. ربنا يا رب يشفينا منها ويطلعنا منها على خير. وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من اذانا واستكتر علينا حياتنا. وبجد وبامانه والله العظيم يا رب اللي احنا فيه هم يبقوا فيه ويدوقوه، نفس اللي احنا فيه هم يدوقوه. انا بقولش اكتر من كده. الحمد لله ولله الحمد، احنا بقالنا سنين والحمد لله. انا راضيه جدا جدا. حاجات كتير بس انا مش عايزه اقولها لان الحاجات دي تاني بترجع تاني مع الكلام. بس انا والله العظيم وبامانه حبيت افيدكم بالحاجات دي، لانها بجد عن تجربه. في كل اللي بيعاني من الخنقه والتعب ودايما تعبان ويروح يشوف ايه السبب، مفيش اي سبب. دايما في خنقه وفي مشاكل ما بينك وبين جوزك، واولادك دايما بياكلوا بعض ومش عايزين يذاكروا بعد ما كانوا شاطرين. يعني اللي تعبك كمان اولادك يبقوا شاطرين كده مش عايزين يذاكروا ولا يجهدوا نفسهم، ودايما تعبانين ومن غير اي سبب، ودايما مخنوقين ودايما ماسكين في بعض. وطبعا معلش التراب اللي موجود على قلب الخشب ده، انا كنت سايبه الشباك ده بقالي كام يوم. طبعا انا تعبانه ونفسيتنا تعبانه، فالاوضه كانت متبهدله بالتراب والله العظيم حرفيا. هي غرفه النوم بقيه الشقه مفيش فيها تراب لان مقفول، فاحنا سايبين الشبابيك دي كمان للهواء مع الخنقه والتوتر، فالتراب دخل. طبعا السرير ده انا اتصدمت لما لقيت تحت منه اللي هو على الشمال بتاع ابني الصغير، لما لقيت فيه تحت منه شويه التراب دول ازاي وانا لسه بقالي شهر. قلت يلا مش مشكله، بس عشان احس براحه وطمانينه كده ونفسيتي تبقى مرتاحه اما بعمل كده. طبعا انا ما عنديش قاعده اساسيه ان يجي عليا رمضان العيد اللي انا اعمل نكشه او المدارس، لا انا كل فتره اما بشوف اللي انا البيت محتاج فبعمل كده. فانا المره دي كنت مخنوقه جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى الاعلم بيا الحمد لله. فانا مش برتاح لما بعمل كده والله العظيم. مش عارفه في كتير كده زيي او انا بس اللي كده، بس اكيد في كتير كده. تمام. فانا كان لازم اعمل كده عشان احس بطمأنينة وكده يبقى مرتاحة ومطمنة. فانا شلت الحاجات اللي كانت طبعا تحت السرير ده ونفضتها بشكل كويس من التراب. بعد كده رجعتها مكانها بعد ما مسحت ولمعت كمان الخشب. بدأت هنا ارش على الحاجة المسك اللي هو المخفف في زوايا السرير، وكمان على الحاجات دي اللي كان فيها الهدوم والشنط بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبدأت هنا ارجع الملل مكانها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا فراولات. بصوا دايما كده وانتي بتعملي اي روتين عايزاكي دايما تسبحي الله وتذكري الله. بجد فعلا بتخلصي بسرعه وتنجزي وبتبقي كده بتاخدي حسنات ان شاء الله كتير.
هنا خلاص حطيت الملل مكانها والكراتين على الملل بتحمي بجد المراتب. بعد هنا حطيت المراتب خلاص هنا مكانها، وكمان دهنتها رشتها بالمسك الخام زي ما انتوا شايفين كده، تفضل لفتره طويله جدا على المراتب وكمان بتبقى حلوه قوي. بصوا بقى انا كنت ملمعه الخشب ومسحت كمان الاوضه، بس الفيديوهات دي انا ما لقيتهاش، فهنا كان اخويا الصغير بيساعدني وبيفرش الملايات بعد ما خلصت كل ده. بجد والله العظيم اتمنى ان اكون خفيفه على قلبكم، والفيديو لو عجبكم تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. لو انتوا احتجتوا اي حاجه هتبعتولي تحت في الكومنتات.